في قرية صغيرة في مصر زمان كانت في ست طيبة اسمها أم حسن. كانت عايشة في بيت طين بسيط هي وجوزها وأولادها الخمسة. الحياة كانت صعبة بس قلبها كان مليان خير ورضا. في يوم وهي بتخبز العيش جه راجل غريب باين عليه التعب والجوع. وقف قدامها وقال بصوت ضعيف: يا أختي، بالله عليكي لو عندك لقمة كلها، أنا مش واكل من امبارح. من غير ما تفكر لحظة قطعت الرغيف الوحيد اللي كان فاضل لأولادها واديتهوله وهي مبتسمة. الراجل بصلها وقال: ربنا هيجازيكي خير يا ست الكل، الخير عمره ما بيضيع. عدت السنين والولاد كبروا، وحسن ابنها الكبير سافر الخليج علشان يشتغل ويساعدهم. بس الدنيا ساعات بتخبي اختبارات صعبة. في يوم حصل انفجار في موقع الشغل اللي حسن فيه. المبنى واقع عليه والناس افتكروا إنه مات. نقلوه المستشفى والأطباء قالوا حالته ميؤوس منها. بس ربنا كبير. في الوقت ده كان في دكتور كبير من القاهرة زائر المستشفى. شاف الحالة وقال: سيبوهولي، أنا هعالجه بنفسي. وفعلا بعد أيام من العلاج حسن فاق. قبل ما حسن يخرج من المستشفى الدكتور ابتسم وقال له بهدوء: أنا اسمي عبد الرحمن، من 30 سنة أمك ادت لي رغيف وأنا جعان. النهاردة ربنا رجع لي الفرصة أرض الجميل. ساعتها حسن عيط وقال: سبحان الله، الخير عمره ما بيروح يا دكتور، عمره ما بيروح. والعبرة والمغزى من القصة إن الخير عمره ما بيضيع. يمكن يتأخر بس بيرجع في وقته الصح. يمكن رغيف صغير تنقذ بيه روح هو اللي يرجع لك بعد سنين بخير أكبر.